السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا في اسعد اوقات حياتكم. قبل ما نبتدي الروتين بتاعنا يا ريت اشتراك في القناة وفعل الجرس وكمان لايك للفيديو عشان ان شاء الله يوصلك اكبر عدد من الفيديوهات بتاعتي. وان شاء الله خدي كده جولة في والقناة باذن الله هتعجبك قوي قوي قوي. بقدم لكم روتينات تشجيعية جدا 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 وتحفيزية قوي، وهتسمعي كلام هيريح قلبك ويطيب خاطرك. فيا ريت بجد تتابعيني عشان تكوني صاحبة من اصحابي وتكوني اخت من اخواتي كمان. ويلا بينا بقى ندخل دلوقتي على الروتين الجامد بتاع النهارده. روتين النهارده هعلمك ازاي ان انت تقضي يومك بروقان، ان انت الاجازه بتاعتك ما تعمليش فيها حاجات كتير، بالعكس ان انت تعملي فيها حاجات بسيطه قوي، وفي نفس الوقت تقعدي تستمتعي بيومك في وسط اسرتك، وسط اولادك، مع باباك ومامتك، مع عيلتك الجميله الصغيره. فانت تابعيني الفيديو واستمر لاخر الفيديو، وما تنسيش وافكرك تاني باللايك. طبعا احنا كلنا بنستنى الويك اند، دايما بنستنى يوم الجمعة ده يجينا بفارغ الصبر، وبنبقى فرحانين فرحة العيل الصغير ليلة العيد اول ما بنوصل ليوم الخميس. فعلا ده بتبقى فرحة وسعادة مش طبيعية. ليه؟ لان احنا طول الاسبوع يعني طالع عينينا نزول وطلوع وشغل ودراسة وحاجات كتير قوي، وطبعا دي كلها ما ننساش مهما كنت مضغوطة، دي كلها نعمة من فضل من عند ربنا، وربنا يديم نعمه علينا بجد، لان دي نعمة عظيمة جدا. نعمة ان وقتك مشغول ووقتك في حاجات كتير، ده حاجة حلوة جدا جدا جدا. فانتي اوعي تكوني متضايقة، واوعي تكوني متعصبة، واوعي تكوني يعني مضغوطة وفي نفس الوقت حاسة ان انتي مظلومة وحاسة ان انتي محطوطة عليكي بالبلدي كده. لا، احنا نستنى يوم الخميس بتاعنا نطلع بقى فيه كل الروقان بتاعنا. في ناس انا بعترض جدا 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 على الناس اللي هي ايه، يجي يوم الجمعة فيبقى يوم التنظيف بتاعها. لا، ده اوعي تعملي كده. يوم الجمعة ده جاي عشان خاطر البرنسيس اللي تعبانة طول الاسبوع ترتاح بقى شوية. سندريلا اللي نازلة ليل نهار دي تقعد بقى كده شوية النهاردة، تتبسط، عايزة تخرج تتفسح، عايزة تقعد تتفرج على فيلم هي مستنياه، تعمل اللي هي عايزاه اليوم ده. لكن ده مش يوم تعب ولا يوم ارهاق خالص، بالعكس ده يوم الراحة بتاعك. اعمليه كده. يوم الويك اند اوعي ان انت تتنضفي تنظيفات عميقة. طب اعمل ايه؟ تعملي ايه عندك الاسبوع كله في وسط انشغالك ووسط الضغط بتاعك؟ حاولي ان انت توزعي شغل البيت على الاسبوع كله. حاولي ان انت تضغطي نفسك شوية يوم الاربع والخميس، ان انت تظبطي البيت بتاعك، وان البيت بتاعك شكله يكون نظيف ويكون متروق ويكون ريحته حلوة. ده اهم حاجة. ليه؟ عشان يجي يوم الجمعة تعملي بس الحاجات الخفيفة اللي انا بعملها دي. يعني انا معاكم في بداية الفيديو عملت ايه؟ عملت المواعين اللي هي بتاعة العشاء، ده اساسي لازم اعملها. كان مثلا شكل البوتاجاز بتاعي مش نظيف، فعملته كده من غير ما اعمل الحوامل ولا العيون ولا اي حاجة. انا عايزة بس كده شكله ما يكونش مبقع وما يكونش فيه بقع مطرح الطبيخ وكده، لا شكله يكون نظيف ويكون يعني ايه، مبهج كده، بيلمع كده زي ما انتوا شايفين اللمعة اللي بتجنني دي. فاهمين؟ حاجات بسيطة كده تعمليها، تستني يوم الجمعة عشان خاطر ان احنا نقعد نرتاح شوية. وفي الاخر خالص بصوا اللحظة اللي اي ست في الدنيا بتتمناها، ان انتي تغسلي الحوض بتاعك وتحسي بقى ايه ده البيت نظيف، عند الريسبشن نظيف، عند اوضه النوم متروقة، كل حاجة في مكانها. وكمان خلاص بقى المواعين عملتها وظبطتها، وهي تعتبر مش مواعين، بس حاجات بسيطة لازم تتعمل، حاجات بسيطة بس، وحطي تحتها كذا خط. بعد كده بقى يعني انا كل ده عملته قبل الفطار. وبعد كده بقى بعد ما خلصت المطبخ والمواعين بتاعتي اللي هي كانت بسيطة جدا، الطبقين اللي انتوا شفتوهم دول بس وكام كوباية، قررت ان انا اعمل فطار حلو، فطار بروقان، فطار كده دلع. اللي هو كل يوم بنعمل لانش بوكسات ونعمل بتفطري على السريع كده، فاهمة؟ وبتفطري على الوقيف كده، واللي هو فاهمه مستعجله، مش مركزه اصلا انت بتاكلي ايه. فحاولي اليوم ده، لا اليوم ده انا مركزه وعارفه انا هاكل ايه، وعارفه انا
يعني هعمل ايه بالظبط على الفطار الصبح، واكون كده مظبطه ومجهزه وحاجتي وعارفه انا هعمل ايه، ويكون كده عندي نفس. هنا قبل ما اعمل الفطار بتاعي كنت بظبط الغسيل بتاعي عشان ما يتراكمش عليا وعشان ما يتكومش عليا، لان يا بنات في حاجات كده اساسيه ما ينفعش ان انت تركنيها او ايه يعني تخليها لتاني يوم. زي مثلا الغسيل بتاعك، انت هتشيل الغسيل تطبقيه زي ما انا عملت، وبعد كده تنشر غسيل تاني. فانت حاولي الحاجات الاساسيه تتعمل، ان جوزك يتلاقى هدومه جاهزه، ان ولادك يتلاقوا هدومهم نظيفه، فاهمه؟ حاجات كده ما تستغنيش عنها. بعد كده بقى دخلت بقى على المطبخ، وزي ما قلت لكم انا عارفه ومرتبه نفسي انا هعمل فطار الصبح. وبرضه هو يعني ما تعبتش نفسي خالص، هي حاجات بسيطه بس في نفس الوقت فرحتني وحسستني ان انا عملت فطار مختلف ويوم مختلف، وبداية يوم جديدة كده، وبداية يوم كده كله راحة وتفاؤل وسعادة. بتفرق جدا في النفسية، وبتخليكي تدخلي الأسبوع الجديد وانتي فاهمة طاقتك حلوة. فأنا عملت كده بيضتين، وجبت المقلاية بتاعتي دي وحطيت فيها مكعبين من الزبدة وسيحتهم، وحطيت بقى ايه فاهمين بقى كده بروقان بقى ايه. وزي ما انتوا شايفين البوتاجاز نضيف الحمد لله، فاهمة؟ إيه، ما تضغطيش نفسك، براحتك خالص وبمزاج حلو، اشتغلي بمزاج. ما تشتغليش ابدا يوم الجمعة بالذات او يوم اجازتك وانت مضغوطة وانت متضايقة وانت متنرفزة. احنا متضايقين ومتنرفزين الاسبوع كله، فلازم يوم اجازتنا كده يعني ايه نظبط نفسنا شوية. بس زي ما انتوا شايفين كده انا بحب اضرب البيض كده، مش بحبه عيون خالص، وبحبه يكون كامل السوا، مش بعرف خالص اكل البيض وانا حاسه مثلا ان هو في حته نيه او حته لسه مستوتش. مش بعرف خالص بصراحه، ما بحبوش كده خالص، لكن بحب البيضه تكون مستويه خالص وكل اللي عليها يكون استوى. ده كده ان انا عشان اتاكد ان هو استوى كله، بفضل كده اقلبه وانزل الحاجات اللي هي لسه ما استوتش اخليها تستوي لغايه لما ايه هتلاقوا شكله النهائي. دلوقتي هيظهر معاكم جميل وطعمه حلو قوي قوي قوي. وكان يعني بصراحه يعني فطار حلو جدا. وهوريكم كمان دلوقتي عملت جنبه ايه. عملت بقى جنبه جنب طبق البيض ده جبت كده طبق وزوقته كده، فاهمين؟ عارفين كده ان العين بتاكل قبل المعدة او قبل البق. فعملت يعني ايه، عملت بالنصيحة دي، وبصراحة يعني كنت مبسوطة. وبعد ما بعمل البيض يعني بحط فيه الملح وهو بيتعمل، بعد ما بخلصه برش على وشه كده شوية فلفل اسود، طبعا بيديله طعم بيديله نكهة حلوة. فمن الحاجات الجميلة جدا جدا يعني بصراحة اللي بتحسسني كده ان انا بفطر بنفس طبق البيض العسل ده. وطبعا انا شايفاكي وسامعاكي يلي مكملة الفيديو من غير ما تحط اللايك بتاعك. من فضلك حط اللايك، كل شوية افكرك كده حط اللايك بتاعك وكملي الفيديو بتاعك للاخر عشان اشجعك واخليكي تستغلي يوم الاجازة بتاعك كده يوم صح، وتعيشي كده حياتك بروقان. كفاية الفترة الاخيرة احنا كنا متضايقين جدا وما زلنا طبعا. وكانت يعني انا بقالي فترة كبيرة نفسيتي تعبانة ونزلتش فيديوهات، بس لازم الحياة تستمر ولازم ندعي لهم اهل غزة، ربنا ينصرهم ويثبتهم ويقويهم، وان شاء الله نصر ربنا قريب باذن الله. بس للاسف يعني هي الحياة لازم تستمر، لازم نعيش حياتنا، والمناظر اللي احنا شفناها اثرت على حياتنا، اثرت جالنا اكتئاب بشكل مش طبيعي. فربنا يا رب يدخل الفرحة على قلوبهم ويسعدهم وينصرهم نصر عزيز يتعجب له اهل السماوات والارض. نرجع كده بقى للروتين، وبرضه بفكرك باللايك ان انا جبت الطبق بقى الجميل ده وحطيت بقى فيه كل الجبن او جزء من الجبن الموجودة عندي. جبنة رومي، جبنة ليكفورد، في جبنة صفرة كده اللي هي شيدر على رومي، لانشون بالجبنة، وده كان يعني فاهمين اول مرة ادوقه. فبصراحة وطبعا بقى عملت جنبه بس مجبتش معاكم كوبايتين شاي مع العيش بقى الاسمر بقى كده، العيش البلدي الحلو. فلازم تخلي يوم اجازتك يوم مختلف، ما تجروش ورا بعض كده وتفطروا كده وانتوا واقفين، لا حاولي انت تجمعي عيلتك تقعدوا مع بعض تفطروا سوا.
فاهمين؟ ده شكل كده فطار يفتح النفس، حاجات بسيطة خالص خالص خالص. اللي موجود عندك قدميه، بس قدميه بشكل مختلف، قدميه بشكل كده ايه، فاهمين؟ مريح للاعصاب. بعد بقى ما فطرنا وخلاص، طبعا الاساسي بتاعي القهوة. بس هنا كنت بعمل قهوة لزوجي، وبعدها عملت بقى القهوة ليا، وهوريكم دلوقتي ايه الفرق بين القهوة بتاعت جوزي والقهوة بتاعتي. قهوة جوزي هو بيشربها طبعا سكر زيادة، معلقتين سكر على معلقتين بن، فتعتبر زيادة. انا ماليش خالص في القهوة الزيادة، انا دايما قهوتي تبقى سادة، بس جنبها حاجة حلوة لازم اساسي عندي. ما اقدرش اشرب القهوة كده من غير ما تكون جنبها بسكوتة شوكولاتة، حاجة كده فاهمين، تحليها كده شوية وتخلينا افصل عن الدنيا واللي فيها. عارفين يا بنات الحاجات البسيطة اللي انتوا ممكن تشوفوها هبلة او عبيطة، جربي تعمليها هتلاقيها فعلا بتفرق في نفسيتك جدا. الوقت اللي انت بتعملي لنفسك ده يعني هيخليكي اسعد واحدة في الدنيا. فما تبخليش عن نفسك في الحاجات البسيطة. لما تيجي تشربي كوباية النسكافيه بتاعك، ما تشربهاش وانت واقفة في المطبخ بتغسلي المواعين، لا اشربيها وانت رايقة، وانت قاعدة لوحدك، وانت فاصلة عن الدنيا كلها. فدي كده كوباية القهوة عملتها له. وبعد كده بقى ايه، رجعت وعملت القهوة بتاعتي. شايفين هو بيشربها كده وهو بيحبها كده، انا بقى بحب ايه، يعني فاهمين؟ لا القهوة بتاعتي انا بحبها سادة، بحب جنبها حاجة حلوة، بحب اخد كده كوباية القهوة بتاعتي واقف في الشباك اشربها كده بمزاج، واشربها كده بروقان، مع يعني ايه، فاهمين؟ بالذات يوم الاجازة. يعني يوم الاسبوع يا ست انا معاكي بتشربي كوباية القهوة وانت بتذاكري لاولادك، وانت بتجري وراهم بالشبشب، فاهمين؟ اللي هو الروتين بتاع اي ام في الدنيا. آمم، بس خلّي بقى إيه، في وقت كده أنا بافصل فيه، لإن طاقتي لو خلصت هاخلّص عليكم كلّكم. فلأ، حاولي كده إن أنتِ آآ، تهتمي بطاقتِك، تهتمي بصحتِك النفسية، ما بلاش إن أنتِ تستنفذي كل طاقتِك طول الأسبوع، وتيجي كمان يوم الأجازة ترهقي نفسِك بقى بتنضيف وتشيلي وتحطي. ليه؟ أُمّال هترتاحي إمتى؟ هنرتاح إمتى يا جماعة؟ بصوا بقى كده، ده كده بقى، بصي اهتمي بنفسك. الحاجة اللي تيجي تعمليها لنفسك اعمليها بنفس، واعمليها ان انتي تظبطيها. زي ما يكون في ضيف جايلك وانتي بتقدمي له الحاجة، انتي مش يعني هو الضيف اللي جايلك ده مش احسن منك، لا قدمي لنفسك في كوباية انتي بتحبيها، بطريقة شيك، بطريقة حلوة، فاهمين كده؟ اللي هو انا احسن من اي حد. بعد كده دخلت على الشباك اللي انا بحب اقف فيه قوي قوي قوي، وانتي كمان اختاري كده الركنه كده في البيت تقعدي فيها، وتخليها مثلا ايه، ده الوقت اللي انتي بتحبي تقعدي تستجمي فيه مع نفسك. فاهمين؟ لازم كده تفتحي شبابيك بيتك، ولازم تدخلي نور ربنا، ولازم كده فاهمين، لازم طاقة النور كده تدخل البيت، وتجددي الهوا في البيت. شوفوا بقى، جبت كده شوكولاتة مع القهوة، وقفت في الشباك اشربها بمزاج. بعد بقى اما خلصت المي تايم بتاع الوقت الجميل ده، دخلت بقى تاني على المطبخ عشان خاطر ان احنا نعمل الغدا. طب هتعملي لهم غدا ايه النهارده؟ حط اللايك بس الاول وانا اقولك. طبعا اكل برضو حلو، وفي نفس الوقت ما يوقفنيش كتير في المطبخ، وفي نفس الوقت يعني ايه، فاهمين؟ مغذي. هو عبارة عن صينية بطاطس، بتعمليها صينية البطاطس العادية الجميلة بتاعتك اللي انت بتعمليها، وكنت متبلة لحمة مفرومة تبلتها، وبعد كده عملتها صبعتها كفتة وحطيتها في قلب صينية البطاطس دي، وهي نية كده زي ما هوريكم اهو، زي ما انتوا شايفين. تصبعها وتحطها كده، وطبعا بترش على الوش شوية زيت، وتغطي الصينية وتسيبيها تستوي. طب شكلها ايه؟ شكلها بقى يمي 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 يمي، روعة، حكاية. والكفتة بقى بتنزل الصوص بتاعها على البطاطس،
بتخليها في حتة تانية خالص، وبعدين مش بتوقفك كتير في المطبخ، وفي نفس الوقت أكلة حلوة ومغذية. فما تبخليش على نفسك بيها، واعملها لهم كده يوم اجازة بحيث ان انت تفرحيهم ويكون طعمها لذيذ وحلو، وفي نفس الوقت تكوني ما تعبتيش نفسك، ما ترهقيش نفسك يوم الاجازة. شايفين المنظر؟ ولا طعمها بقى حكاية. ده الطبق بقى كده، تغرفي كده لولادك وبألف هنا وشفا. ولو وصلت لهنا حط اللايك الجميل بتاعك واشترك في القناة، واشوفك ان شاء الله في فيديو جديد.